السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب عاملين ايه؟ إن شاء الله بكرة الساعة 7 مساء توقيت القاهرة ماتش مصر والأرجنتين. الماتش ده الواحد برغم إن الواحد قلقان من الماتش ده، بس كان بيتمنى فعلا نقابل فرقة زي الأرجنتين وفيها لعيب بحجم ميسي في مباراة رسمية. هتقولي يا عم ازاي يا عم، ده احنا ممكن نتغلب، ده احنا هقول لك لا والله بجد. دي مباراة للتاريخ، يعني عشان بس احنا متفقين أو مختلفين، دي مباراة للتاريخ. والمباراة دي هتوري العالم كله قد ايه منتخب مصر هيكسب احترام كل الناس، وهيحطوا عينيهم على اللعيبة المصرية، ويبتدوا يبصوا ممكن والله أعلم على الفرق المصرية وعلى الناشئين وعلى الشباب وعلى اللعيبة المصرية. لأن لما يلاقي لعيبة متألقة من المجموعات لل 32 طلعوا لحد ال 16 دور ال 16 قابلوا الأرجنتين، لعبتنا قادرة تعمل ماتش كويس، قادرين يلعبوا بشكل يشرف مصر ويشرف الكرة المصرية. والأهم من ده كله لازم نبقى عارفين يا جماعة، حتى لو اتغلبنا لا قدر الله هنتمنى إن احنا نكسب، أو حتى يخلص تعادل ونروح لأشواط إضافية وضربات جزاء. ودي حاجة ممكن تخلينا نفكر بالشكل ده، إن ممكن تحجر قدامهم لحد ما توصل ضربات جزاء، ضربات ترجيح. بس هي الفكرة في حاجة يعني يا جماعة، حتى لو اتغلبنا نبقى عندنا يقين إن لازم كابتن حسام حسن يكمل 2030. أي حد بقى من اللي بيتكلم على كابتن حسام بقى تمام، دون ذكر أسماء، عشان الناس دي أصلا يعني عايزين ياخدوا الترند وعايزين يطلعوا بس الناس تتكلم عليهم. دول ناس تعبانة في دماغها، أو ناس دماغها مش مظبوطة. لما تيجي تتكلم على كابتن حسام حسن وحد يقول لك ده لو خد كاس العالم مش مقتنع بيه، وحد تاني يقولك احنا عايزين نجيب حد يبني من تحت. من تحت فين يا عم؟ انت عندك تحت اصلا. ده اللي بيحصل في المنتخب ده مجهودات فردية وشخصية. ما عندكش منظومة في الكورة اصلا، ما عندكش منظومة. واللي يقولك ما خدش من لعيبة الزمالك اللي فاز بالدوري، وخد من لعيبة الاهلي مش عارف 8 ولا 9 ومش عارف ايه وبتاع. كلام كله يعني الكلام كله نفسه اصلا تافه ان الناس ترد عليه. فلازم كابتن حسام حسن يكمل ان شاء الله ايا كانت نتيجة الماتش. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتلعب الارجنتين في دور ال 16، فلازم عندك قناعة ان انت عملت انجاز وحاجة كبيرة. لو غلبتها فده اعجاز يا جماعة، دي حاجة مش هتتكرر كتير لو عملناها. طب لو ما غلبناش، تمام، يبقى احنا مش هنجلد ولا اللعيبة ولا كابتن حسام حسن، لان الناس دي عملت حاجة غير متوقعة. عملت حاجة غير متوقعة اصلا، الناس كلها ما كانتش متوقعة كده ولا متوقعة الأداء ده. احنا ما وصلناش بالصدفة، او ما عدناش من المجموعات بالصدفة، وما عدناش قدام استراليا بالصدفة. لا، انت لعبت اداء جماعي، اداء هجومي متوازن، اداء دفاعي متوازن. اللعيبة كلها كانت رجالة في الملعب، اللعيبة كلها بتلعب بروح وبتلعب بشخصية البطل. يعني ايه؟ يعني انا نازل اكسب اللي قدامي. قدام بلجيكا كنت ند ليها، قدام نيوزيلندا الشوط الاول كان وحش ونزلت الشوط التاني وقمت جايب 3 اجوان. ايران لعبنا قدامها برضو ند بند، ولعبنا ماتش كويس قدام ايران. لعبنا استراليا نفس القصة، انت كنت ماسك الماتش، هما معاهم شوية استحواذ لكن انت كنت فرصك اخطر. انت سجلت الاول، التعادل جه بهدف عكسي، محمد هاني جابه فينا. يعني عشان ذكر محمد هاني، الناس اللي بتتريق او تتكلم على محمد هاني، محمد هاني يعني من احسن باكات اليمين في البطوله. مش احنا اللي بنقول كده، ده الصحف العالميه والناس المدربين اللي بره اصلا. يعني مش هنتكلم في مصر وفي قاره افريقيا، لا، الناس اللي بره بيقولوا ده من احسن الباكات اليمين في البطوله. بلاش بقى نقعد بقى نتكلم عليه كتير ونعمل كوميكس ونعمل بقى على السوشيال ميديا بقى تمام، ده حد يمسكه، ده حد مش عارف ايه، والصحفي اللي قال كده اعتذر والقصة كلها يعني خلاص خلصت. بس ما نقعدش أي لعيب يغلط نمسك له الغلطة، كل اللعيبة بتغلط يعني يا جماعة. طب هنلعب الأرجنتين إزاي؟ عشان ما أطولش عليكم الفيديو، إحنا هنلعب الأرجنتين بنفس الخطة، بنفس الخطة اللي كابتن حسام حسن بيلعب بيها. 4-2-3-1.
الفرق بس ان مهند لاشين هيرجع بس في التشكيل. هتقولي طب تريزيجيه وهيثم حسن، هقول لك انت في ماتش زي كده محتاج يبقى معاك اوراق على الدكه تنزلها في وقت ما تحتاجها. هتقولي مرموش مش موفق، اقول لك بس هيلعب برضه، لان ممكن يبقى موفق قدام الارجنتين، والماتش بطريقته ان الارجنتين بتلعب وعايزه تكسب هيبقى فيه مساحات. فانت هتلعب بمصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وكريم حافظ. لو هو سليم 100% هيلعب ان شاء الله. طيب قدامهم مروان عطيه ومهند لاشين، والاتنين ثنائي متجانس جدا وبيعملوا شغل في وسط الملعب جميل جدا جدا. قدامهم امام عاشور، على اليمين محمد صلاح، على الشمال عمر مرموش، وقدامهم زيكو. هتقولي زيكو يا عم الماتش اللي فات ما كانش قد كده، اقول لك يا باشا يلعب بنفس التشكيل. تمام. والماتش ومجريات الماتش توريك بعد كده ممكن تغير او تعمل ايه. لكن ما تقعدش مش عايزين نلعب في التشكيل قدام الارجنتين، عايزين نفس اللعيبه المتجانسه مع بعض. هيبقى عندك بره هيثم حسن وتريزيجيه، لو احتجتهم في الماتش هتنزلهم وهم لسه اللياقه البدنيه بتاعتهم 100%، وهينزلوا يفرقوا في الملعب زي ما حصل في ماتش استراليا. انا واحد من الناس عايز هيثم حسن يلعب، بس هيلعب مكان صلاح؟ لا طبعا. وصلاح ان شاء الله جاهز وهيلعب. صلاح بيدي تقل في الملعب وبيدي افضليه للمنتخب، وان شاء الله الماتش ده يعني عمر مرموش يعمل حاجه، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا. ولو حصل اي حاجه احنا يا جماعه فخورين بالمنتخب ده، احنا فخورين بالمنتخب ده ايا كانت النتيجه، ونتمنى الخير لمنتخبنا. وهقولها تاني في اخر الفيديو عشان بس ما اطولش عليكم اكتر من كده، اتمنى كابتن حسام حسن يكمل ل 2030 ويبني منتخب من الشباب ومن الناشئين ومن العناصر الخبرة اللي موجودة معاه دلوقتي في المنتخب. اللايك والشير والسبسكرايب الجميل منكم يا جماعة عشان نكمل. وما تنسوش صلوا على النبي، والسلام عليكم.